والجول الأحمر الوهاج يصعب المهمة. هذا التوقيت لقاء غريب ولقاء عجيب، لقاء لم أكن أتخيل ولم أكن أتوقعه. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده متنوعه. حلقتنا الليله عن تسجيلات القمه السودانيه الهلال والمريخ، ونبدا بنادي المريخ اللي اعلن رسميا تعاقده مع الثنائي البرازيلي ماتيوس وسيرجيو رافائيل. الأول هو صانع ألعاب والثاني لاعب الوسط المدافع. مبروك لنادي المريخ تعاقده مع الثنائي البرازيلي، لكن اللاعبين الاثنين ديل ما زالوا بطيخة مقفولة لجماهير نادي المريخ، باعتبار انه كل الفيديوهات اللي شاهدناها للعيبة ديل عبارة عن فيديوهات مجمعة من عدد كبير من المباريات، فيديوهات لا تغني ولا تسمن من جو، ولا تدل على انه اللاعب سينجح او سيفشل مع نادي المريخ. في انتظار أن نرى اللعيبة الاثنين ديل في المستطيل الأخضر للحكم على أدائهم. جماهير المريخ متفاعلة مع التعاقدين ديل، باعتبار إنه المريخ عنده تجربة مع لاعب برازيلي سابق، وهو لاعب الطرف الأيسر اللاعب ليما، اللي كان أدى مستويات ممتازة مع نادي المريخ في أحد نفس المدرب ده، المدرب ريكاردو. فلذلك جماهير المريخ متفاعلة مع هذا الثنائي البرازيلي. أتمنى أن ينجحوا ويحققوا النجاح مع نادي المريخ، لكن دائما احنا عندنا مشكلة في الأندية السودانية، نادي القمة الهلال والمريخ دائما بينتدبوا لاعبين في خانات بتكون ملانة أحيانا، وبيكون في تقدس في عدد اللاعبين في بعض الخانات. حاليا نادي المريخ ممكن عنده هوجة في خانة المهاجم السريع. كلنا شاهدنا منذ رحيل أو هروب سيفتيري لنادي فاركو المصري، المريخ بيعاني من خانة المهاجم السريع. المريخ يمكن جرب كمية من اللاعبين من ضمنهم كامارا واللاعب النيجيري موسيس، اثنين كانوا دون المستوى وكانوا صفقتين باعتبارهم فاشلات لنادي المريخ، والدليل على فشل اللاعبين الاثنين دول هو جلوسهم الدائم على دكة البدلاء. فلذلك المريخ في هوجة ماسة لمهاجم سريع وليس لصانع ألعاب، لكن نتمنى لصانع ألعاب التوفيق، ونتمنى من مجلس نادي المريخ الاستعجال في التعاقد مع مهاجم سريع، لأن المريخ في هوجة ماسة إلى مهاجم سريع. مثال آخر لتخبط أنديتنا السودانية هو تعاقد المريخ مع لاعب الوسط المدافع، في إنه المريخ عنده هوجة ماسة في لاعب الظهير الأيمن. ومنذ رحيل بلا جابر المريخ يعاني تماما من خانة الطرف اليمين. في ظل أزمة المريخ مع الظهير الأيمن، المريخ تعاقد مع لاعب الوسط المدافع، نتمنى له التوفيق أيضا مع نادي المريخ، لكن نتمنى من مجلس المريخ التدارك والتعاقد مع لاعب أو مع ظهير أيمن، لأنه خانة الظهير الأيمن تعاني من نقص في نادي المريخ. وايضا ظهر اليوم المريخ اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الجنوب سوداني جوزيف ماليش، وهو لاعب معروف للجميع، لاعب صغير في السن، عمره 20 سنه، لاعب موهوب جدا، والجميع يتوقع له النجاح مع نادي المريخ. وللامانه شاهدنا اللاعب ده مع منتخب جنوب السودان وكان بيقدم في مستويات كبيره جدا. هو لاعب طويل القامه ولاعب موهوب وبيلعب في وسط الملعب، واللاعب ده تحديدا قد فتره بتاعت معايشه مع نادي فورنتينا الايطالي، والجميع يتوقع له بانه ينجح مع نادي المريخ، وهي دي صفقه يعني مضمونه اكثر من اللعيبه البرازيليين باعتبار انه لاعب معروف للجميع. ده فيما يختص بتسجيلات نادي المريخ. نمشي به للنادي الهلال. هنالك تعتم على تسجيلات نادي الهلال الأجانب تحديدا. هنالك أخبار أنه هلال في مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية المغربية للتعاقد مع مدافع نيجيري. وايضا الهلال تعاقد مع امارة الصيني اللي معروف للجميع، وهو برضه لاعب من اللعيبه الخبره الممكن يفيدوا الهلال. دي اخر الاخبار الموجوده عندنا بخصوص التسجيلات او تسجيلات الانديه السودانيه الهلال والمريخ. مشاهدينا الاعزاء، الى ان نلتقي في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.